اتفرجت على مسلسل ذا جاد فاذر اوف هارلم على ديزني بلس. المسلسل احلى حاجه فيه ان هو عن قصه حقيقيه. بامبي جونسون ده شخصيه حقيقيه دخل السجن وطلع، فلقى ان هارلم وده حي مشهور جدا في نيويورك اللي كان تحت سيطرته ما بقاش هو مسيطر عليه. فالنظام انا اغيب غيبتي وارجع بهيبتي، فعايز يرجع تاني يسيطر على شوارع هارلم وتجاره المخدرات. بيفاجئ ان الدنيا اتغيرت وان المافيا الايطالي هناك بتحاربه، فبنشوف ايه اللي هيحصل. المسلسل من احلى الحاجات اللي فيه ان فيه شخصيات حقيقيه زي مالكوم اكس، الشخصيه اللي اعتنقت الاسلام. شوف الموضوع اللي حصل وايه علاقته برجل العصابات زي بامبي جونسون. وخد بالك ان كده وجهه نظره في الاسلام اصلا مالكوم اكس كانت وجهه نظر مختلفه. ان هو في واحده من الحلقات في السيزون 3 مثلا لما راح السعوديه بيقول له لا اصل احنا عندنا السود ما بيصلوش مع البيض. كانت بالنسبه لي كانت حاجات جديده اعرفها عن شخصيه زي مالكوم اكس. في نفس الوقت بشوف مالكوم اكس وتشي جيفارا لما جم مصر وقابلوا جمال عبد الناصر. بعدين تقول لي مين تشي جيفارا، فاقول لك برضو ده من ضمن الشخصيات الثوريه، او سميها شيوعيه سميها تحرريه. طب ايه علاقته بمصر؟ احنا مالنا، ده في امريكا اللاتينيه، احنا مالنا؟ اقول لك لا ازاي، ده الجو العام كان كده. لدرجه في اغنيه اسمها جيفارا مات، دي اللي غناها احمد فؤاد نجم ولحنها الشيخ امام. انا لما بقول لك جود فاذر فارلي ما تتوقعش انك انت هتتفرج على حاجه بمستوى فيلم جود فاذر، وما هواش ده سوبرانوس، لكن الكتابه حلوه. وهتلاقي ان الحياه كلها رماد، يعني الشخصيات كلها رمادي، انت ما بقتش عارف تقف مع مين ضد مين ومين صح ومين غلط. يعني كلمه اللي انت في النص كده انت بتفقد البوصله بتاعتك. يعني لا يا جماعه احنا نمشي الصح صح والغلط غلط، هتلاقي انك انت هتبوظ الدنيا كلها وتقول طب خلاص هنماين شويه نمشي في الغلط شويه عشان خاطر المصلحه. تلاقي انك انت لا، انت بقيت معاهم، انت اتورطت معاهم. فانصحكم تتفرجوا عليه وشوفوه وقولوا لي ايه رايكم.